اللي بيعمله علي معلول النهارده في ماتش تونس وسوريا يفوق الوصف حرفيا. علي معلول في الاهلي اتغير عليه بعد ما مشي يحيى عطية الله، كريم الدبيس، العش، كوكا، محمد شكري، 5 6 باكات شمال اتغيروا على علي معلول من ساعه ما مشي من الاهلي. محدش فيهم اداك 10% من اللي يقدر يدولك علي معلول، واوفرات علي معلول وامكانيات علي معلول. علي معلول كان باك شمال بمواصفات جناح، الراجل بيهاجم وبيدافع 10 على 10 خصوصا في الشق الهجومي. يعني بنشبهه كده مع اختلاف المراكز بالشيبي في بيراميدز كباك يمين. علي معلول كان بالظبط باك شمال، يعني زي ما قال الكتاب بالظبط. علي معلول النهارده تتفرج عليه لعب 90 دقيقه ولا شاب في العشرينات. علي معلول النهارده اوفرات ولا احلى من كده، الكور الثابته، عمل خلق فرص كتير النهارده. تونس على الرغم من الخساره من سوريا 1-0 بس ما كانتش تستحق الخساره، وكانت مضيعه كميه اجوان، بس مش ده موضوعنا. موضوعنا علي معلول. علي معلول الغلطه الكبيره اللي غلطها اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي لو سابت علي معلول مع التيم اللي موجود دلوقتي، قال لك سن ايه يا عم؟ 33 ولا 34 سنه. في عرف الكوره دلوقتي غير زمان. في عرف الكوره دلوقتي على حسب اللاعب محافظ على نفسه ولا. او علي معلول محافظ على نفسه، بيتمرن كويس، متبع نظام غذائي ممتاز، الراجل ما بيسهرش، الراجل مقضيها في الجيم، عضلاته ما شاء الله، فالراجل صحته تخليه ما شاء الله يلعب لحد 39 و40. وزي ما بنشوف دلوقتي في العالم كله اللاعب اللي محافظ على نفسه وملتزم بيكمل ل 39 و40 و41 ومفيش اي مشكله، وتلاقيه بيلعب ال 90 دقيقه. فالحكم على المجهود مش الحكم على السن. غلطه كبيره ارتكبها اداره النادي الاهلي بسبب ان هم سمعوا كلام الكابتن محمد رمضان. مش محمد رمضان نمبر 1، محمد رمضان اللي بيقفز البناطيل ده، محمد رمضان اللي اعترف بلسانه وقال ان هو كان وصى ان علي معلول ما يكملش في النادي الاهلي لما شافه في التمرين وهو بيجري وجريته ما كانتش عاجباه. يا راجل يا راجل يا راجل، حرام عليك يا راجل. علي معلول غلطه اداره النادي الاهلي هتدفع ثمنها كتير. جابت كام لاعب عليه؟ الفرقه اللي موجوده دلوقتي لو معاها علي معلول بالسكواد ده بالتيم ده، لا 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 لا. اصل انت لو بصيت على النواقص اللي ناقصه الاهلي هتلاقي هو باك شمال وقلب دفاع، وممكن باك يمين، ومحمد هاني يعني اتطور وبقى كويس. انما كوكا على الله حكايته، ما حدش يقول لي كوكا ده يصلح يبقى باك شمال. كوكا ما بيعملش حاجه غير واحده بس، لما تقول له العب على لاعب مان تو مان، غير كده ما تلاقيش كوكا ولا بيعرف يهاجم ولا بيعرف يدافع ولا حافظ مهام المركز اصلا ولا تغطيه عكسيه ولا اي حاجه. صلوا على النبي يا اخواتي، صلى الله عليه وسلم. مش تعمل لي فولو وشير